مبدئيا كده انا زعلان ومتضايق. هتقول لي زعلان ومتضايق ان انت متعادل مع بلجيكا؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ انت مقتنع للكلام اللي انت بتقوله؟ اقول لك اه والله يا عم زعلان ليه؟ لان الماتش كان معانا والماتش كان سهل ان هو يجي. انا الثقه اللي كانت عندي في اللعيبه، ولما شايف اللي بيحصل قلت خلاص الماتش عادي، وسقف طموحي عالي اللي انا اكسب بلجيكا واخد الثلاث نقط من بلجيكا بعوع المجموعه، وكان عادي بالنسبه لي. وده مش معناته ان انا بقلل من المنتخب خالص، نهائي اقسم بالله المنتخب عامل ماتش كويس ولعيبه رجاله وكل حاجه، بس انا كنت شايف ان الثلاث نقط كانت تجيلنا مره واثنين وثلاثه وعشرة. بنقولها امام اجمد موهبه في مصر، الله اكبر، ربنا يحفظك يا امام. والله بجد امام طول ما هو مركز في الملعب تشوفه يختلف عن اي حد في القاره تما، موهبه مفيش اتنين يختلفوا عليها. بس يا كابتن حسام والله احنا عندنا وقادرين نعمل اكتر من اللي احنا متخيلينه بكتير. انا مش بحب الكره الدفاعيه ومش بايد الكره الدفاعيه نهائي، بس بحكم ان انت بتلعب قدام منتخب زي بلجيكا فعادي لما تدافع. انا مش هقول لك لا، بس مش كده يعني. انا طول ما الكره ادتني اللي انا هجيب جول، معناته ان انا ممكن اجيب التاني والتالت، وده كان هيحصل. يعني ده كان هيحصل فعلا. انا ما شفتش فريق او منتخب بيفضل يدافع بعد ما يجيب جول والا لما بيجي فيه جول، لان انت مش هتفضل طول الوقت محافظ على تمركزك صح. يعني انت طول ما بيتضغط عليك وبيتعمل عليك هجمات وبيبين عليك لعب طبيعي ومليون في المية هتغلط. بس والله ماتش كويس للعميد، واتمنى ان شاء الله الماتشات اللي جايه كلها نقدم اداء احسن من الاداء اللي احنا عملناه قدام بلجيكا. وانا كان عندي تعليق بسيط بس على خروج امام عاشور، واللي انا كنت شايف ان امام ما يخرجش، بس دي برضو امور فنيه انا مش هتدخل فيها. عايزين برضو نشيد باداء محمد هاني. مش معنى ان محمد هاني جاب جول في نفسه انه عمل ماتش وحش، بالعكس خالص. محمد هاني كان عامل ماتش جامد قوي، وكان بيلعب عليه جناح رخم ورزل زي دوكو. ومعنى ان دوكو يروح الناحيه الثانيه قصاد فتوح، معنى كده ان هو ما كانش فيه حلول يعملها قصاد هاني. اما عندها فده الكلام فيه خلصان. ربنا يحفظك يا اوفا ويحميك من كل شر. انت يا ابني رجعتني للحياه في لحظه انا حطيت وشي فيها في الارض وافتكرت ان الكره دخلت الجول اصلا، ما كنتش متخيل ان انت تخرجها. واخر حاجه بقى نتكلم عنها هو مهند لاشين اللاعب ما شفتوش عمل حاجه طول الماتش الا كره طويله رماها، كانت باين راحت لحمدي فتحي او حاجه زي كده، مش فاكر راحت لمين. طول الماتش غير كده هو بيفقد الكره بسهوله قوي. يستلم الكره ما يبقاش عامل سكام، مش شايف اللي وراه مين اللي جاي ايه، بيفتقد الكره باسهل من السهوله. انا مش فاهم ليه مهند لاشين لغايه دلوقتي على الاداء اللي بيعمله حتى من ماتش البرازيل ولغايه دلوقتي هو اساسي.